في قلب اسكندرية في منطقة رشدي في عمارة قديمة اسمها عمارة رشدي. العمارة دي بقت واحدة من أشهر الحكايات الشعبية اللي بيتقال عليها إنها مسكونة، وكل واحد عنده رواية مختلفة فيها. الناس بتقول إن العمارة دي اتبنت في الخمسينات، وكان صاحبها راجل ثري جدا، لكن اتوفى في ظروف غامضة، ومن يومها محدش ارتاح وهو ساكن فيها. رواية تانية بتقول ان العمارة دي اتبنت فوق مقابر قديمة، وان ارواح الموتى لسه عايشة في المكان. اللي زود غموض القصة ان العمارة فضلت سنين طويلة فاضية، كل ما حد يحاول يسكن فيها يحصل له حاجة غريبة. مرة يقول ان في اسرة كاملة ماتت في ظروف غامضة بعد ما سكنت هناك، ومرة يحكوا ان النور بيقطع لوحده وابواب الشقق بتتفتح وتتقفل من غير سبب، وفي جيران في المنطقة بيقسموا انهم كانوا بيسمعوا اصوات خطوات في السلالم رغم ان العمارة فاضية. واحدة من الحكايات المشهورة ان في شاب جرب يسكن هناك لوحده، واول ليلة سمع خبط جامد على الباب. لما فتح ما لقاش حد، رجع يقعد سمع صوت خطوات ماشية جوه الشقة من غير ما يشوف حد، والليلة خلصت على كل ده. بس تاني يوم الصبح لقى كل عفشه متكسر والحيطة متشققة، ومن يومها العمارة اتشهرت انها مسكونة. الغريب ان مفيش دليل رسمي على الكلام ده، يعني مفيش محاضر شرطة بتأكد ان حصلت جريمة جوه العمارة، لكن لحد النهاردة الحكايات لسه بتتقال، وعمارة رشدي بقت رمز رعب في الإسكندرية. السؤال هنا، هل فعلا العمارة مسكونة ولا دي مجرد إشاعات اتضخمت مع السنين؟ اللي ساكنين حواليها بيقولوا ان مجرد النظر ليها بالليل بيخلي الجسم يقشعر، وانت لو عديت من المنطقة هتقدر تبص عليها من غير ما تتخيل كل الأصوات اللي ممكن تطلع من جوه.